السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة قررنا نروح كل دول العالم في مكان واحد. هنعملها ازاي؟ هنزور القرية العالمية في دبي، جلوبال فاليج. اتوجهنا على القرية العالمية، رحنا عند شباك التذاكر. في مكان تقطع منه مانيوال، وفي مكان زي ماشين تقطع فيها التيكت. حجزنا التيكتس بتاعتنا في دقيقتين، كانت التيكت بتطبع من الماشين اللي قدامنا دي، ودخلنا. ده المدخل الرئيسي للقرية العالمية، وانت داخل فيه شوية معالم زي برج ايفل وبرج بيزا وشوية حاجات من معالم اوروبا كده في المدخل. وبعد كده كل بلد من بلدان العالم ليها قسم جوه، وليها سيكشن كامل بيبيع المنتجات المعروفة في البلد دي، وفي هدايا وسيفونيرز. دي تركيا زي ما احنا شايفين، وانا لاني كنت دخلت القسم التركي قبل كده كذا مرة، فما دخلتش القسم التركي. معظمه بيكون حلويات ومعجنات وحاجات من اللي بتتخن دي واحنا مش عايزين كده النهاردة. ده احنا بنسميه في مصر ابو فروة، بيتشوي زي ما انتوا شايفين كده، وانا بحبه جدا الصراحة. من الحاجات اللي لازم تتزار في القرية العالمية البيت البوسني. لازم تاكلوا كباب من عند البيت البوسني. الكباب في البيت البوسني رهيب. الوجبة ب35 درهم. في 7 قطع كباب زي ما انتوا شايفين كده. شكله يشهي وطعمه حكاية يعني، حقيقي مش هتندموا لو جربتوه. بتاخدوا مع الوجبة ازازة عويران لبن كده زي اللبن الرايب. حكاية. كانت بداية جميلة عشان لسه هنتمشى كتير وهنهضم. مصر ام الدنيا، وده السكشن الخاص بمصر. طبعا معمول على شكل فرعوني من بره زي ما انتم شايفين، ومن اجمل الاقسام في الشكل الخارجي وفي الناس طبعا جوه وريحة مصر والحاجات اللي جاية من مصر الجميلة. معظمه محلات اللي بيع الأقطان، زي الملابس الداخلية وغيره. ملابس البيت الواسعة الفضفاضة اللي مصر مشهورة بيها، القطن طويل التيلة. ومحلات سيفونيرز بتبيع حاجات تخص الفراعنة، زي الحاجات اللي بتتباع في خان الخليلي في مصر. طلعنا من قسم المصري، لقينا فيه ألعاب نارية، وقفنا شوية نصور الألعاب النارية ونحتفل مع الناس بالأجواء. بصراحة الأجواء كانت رهيبة، تحفة. الناس كلها متحمسة. جنب مصر على طول في المغرب. كمان الديزاين من بره تحفة. وهنرجع تاني لقسم المغرب في الجزء التاني من الفيديو. جنب المغرب في السعودية. القسم السعودي طبعا مشهور بالبخور والتمر والعود وما شابه، والسيفونيرز اللي بتيجي من السعودية. انديا، وما اكثر الهنود في الامارات. القسم الهندي رائع. معظمه منتجات ألبسة هندية جميلة، ألوانهم حلوة للناس اللي بتحب الحاجات القطن اللي فيها ألوان. لقينا كم محل بيبيع براويز وحاجات كلها صناعة هندية. طبعا التوابل، ومفيش أشهر من الهند في التوابل. بعد الهند في إيران. المدخل شكله جميل جدا، وهنلاقي حاجات كتير جوه حلوة في إيران. إيران طبعا مشهورة بشوية حاجات هنعرف مع بعض دلوقتي. عجبني شكل المدخل قوي في السكشن بتاع إيران.
طبعا السجاد الإيراني المشغول يدويا، تحف والزخارف اللي فيها نقوش إسلامية. جميل السجاد الإيراني، الناس بتيجي من كل حتة في العالم عشان تشوف السجاد الإيراني وتتفرج على السجاد الإيراني. خلينا ناخد جولة مع بعض كده. الله، تحف والخزف معمول عليه شغل إسلامي. طبعا البخور والعطور، إيران كمان من الدول اللي عندهم أنواع حبوب وعطور مش موجودة في أي حتة في العالم. رسومات بالزيت، زخارف صيني وخشب أرابيسك، تحف، عسل، لوحات كتير مرسومة بالزيت ومرسومة بالخزف، شغل يدوي جميل رائع. لقينا كمان جوه القسم الإيراني مسرح بيقدم رقصات شعبية إيرانية. الناس كانت مبسوطة ومتجمعة بتتفرج، مندمجة جدا مع الشو. بصراحة المكان ما يتزهقش منه، عايز يعني أيام عشان تقدر تغطي المكان كامل. لكن احنا خدنا جولة سريعة كده. وفي مقابل الهند لقينا برا المفاجأة دي. طبعا انتوا عارفين الكرك، التراديشنال تي او الشاي الهندي المعروف اللي بيتعمل بالزعفران والهيل. كان في الراجل الهندي الجميل ده بيعمل الكرك. ما ينفعش نيجي القرية العالمية وما نعديش نشرب كرك بالزعفران. طعمه كان حكاية. الناس بس مش واقفين يشربوا، كمان بيصوروا. اليمن على يمنا زي ما احنا شايفين، وأوبن اير كبيرة فيها حدائق وفيها ممشى دراجون. احنا داخلين على القسم الآسيوي المعروف بالمأكولات البحرية الآسيوية. عاملين له زي سوق نهري كده، عاملين نهر في النص صناعي زي ما انتوا شايفين. البحيرة دي بتمتد بعدين هتاخدنا وتدخل على فين هنشوف دلوقتي. القعدة حوالين البحيرة دي تحفة. طبعا تقدر تاخد مركب زي ما انت شايف كده وتتمشى جوه البحيرة دي، بتشوف كتير من الأجواء حوالين البحيرة. اتمشينا شوية وخدنا جولة. قدامنا أوروبا. أفريقيا يا جماعة من السكاشن الممتعة اللي مفيش حد بيفوتها. بيدخل القرية العالمية إلا لازم يزور القسم الأفريقي. قبل ما ندخل على القسم الأفريقي شفنا عربية الآيس كريم التركي دي. طبعا انتوا عارفين الأتراك مشهورين بالآيس كريم، بيعملوا حركات ورقصات بيحاولوا يعيشوا الأجواء مع الناس وهم بيبيعوا الآيس كريم، ودي حاجة الناس